منو عدنان البججي وليش يعتبر من أهم الشخصيات اللي مرت على تاريخ العراق؟ ولد عدنان البججي في بغداد في عام 1923، وهو ابن السياسي مزاحم البججي الذي كان رئيسا للوزراء في العراق خلال حرب فلسطين عام 1947. وهو من أسرة البججي من عشيرة السباهي من قبيلة شمر. تلقى عدنان البججي تعليمه في كلية فيكتوريا في الإسكندرية والجامعة الأمريكية في بيروت في عام 1943، حيث حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية. وبعد عودته إلى العراق تقدم بطلب للعمل في وزارة الخارجية، لكن دائرة الأبحاث الجنائية عارضت توظيفه بسبب مشاركته في نشاطات كتائب الشباب المؤيدة لرئيس الوزراء رشيد علي الكيلاني، ودعمه للانقلاب الذي قاده الكيلاني ضد البريطانيين عام 1941. وفي عام 1950 تولى منصب مساعد رئيس الدائرة السياسية في وزارة الخارجية العراقية، واستمر بالعمل في الوزارة لمدة 8 سنوات، ثم شغل البججي منصب سفير العراق لدى الأمم المتحدة عام 1958، ثم تولى حقيبة وزارة الخارجية في عهد عبد السلام عارف عام 1967. لم يعد البججي إلى العراق بعد انقلاب عام 1968 الذي قاده البعثيون على عارف وأسقطوا حكمه من خلاله. عدنان البججي بعد خروجه من العراق بالستينات راح اشتغل بالخليج، وبالتحديد مع إمارات الساحل المتصالح قبل لا تتأسس دولة الإمارات. بهالمرحلة كان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان دا يبحث عن شخص عربي مثقف عنده خبرة دبلوماسية دولية ويعرف شلون يتعامل ويا البريطانيين والعالم، فكان البججي خيار مثالي. اشتغل كمستشار سياسي ودبلوماسي، مو منصب رسمي معلن، لكن تأثيره كان واضح. البججي ساعد الشيخ زايد بفكرة الاتحاد نفسها، شلون تتحول الإمارات المتفرقة إلى دولة وحدة، وشارك بنقاشات عميقة حول شكل الحكم، صلاحيات الاتحاد، والعلاقة بين الإمارات. هميا كان له دور مهم بالتواصل ويا بريطانيا باعتبارها القوة المسيطرة وقتها، وساهم بتهيئة الجو السياسي حتى ينسحبون بدون فوضى، وبنفس الوقت يضمن اعتراف دولي بالدولة الجديدة. خبرته بالأمم المتحدة خلته يعرف شلون تبنى الدول مو بس داخليا، بل شلون تنعرض قدام العالم. لذلك ساعد الإمارات بخطابها السياسي الخارجي، وشنو تحكي وشنو ما تحكي، وشلون تقدم نفسها كدولة مستقرة مو صنيعة استعمار. ولهذا السبب كثيرين يعتبرون عدنان البججي واحد من العقول العربية اللي ساهمت بهدوء بتأسيس الإمارات بدون ضجيج إعلامي، وكان شاهدا على توقيع الدستور الأول للإمارات وقيام الاتحاد عام 1971 ورفع العلم الإماراتي أمام مبنى الأمم المتحدة في نفس العام، وذلك بعد أن قدم إلى الإمارات عام 1969. عين البججي عضوا في مجلس الحكم العراقي بعد سقوط نظام صدام حسين على يد القوات الأمريكية تحت حكم السفير الأمريكي آنذاك بول بريمير عام 2003، لكن هذا المجلس لم يمتلك إلا صلاحيات جزئية في ذلك الحين. عدنان البججي انتخب نائبا في مجلس النواب عام 2005 ضمن قائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، بعد مشاركته قبلها في مجلس الحكم الانتقالي سنة 2003. وجوده بالبرلمان كان امتداد لدوره السياسي أكثر من كونه عمل برلماني يومي، لأنه كان ينظر له كشخصية دبلوماسية وخبرة دولية، مو نائب خدمات أو صراعات داخلية. وبصراحة هو نفسه كان دائما أقرب للدبلوماسية وصناعة القرار من العمل البرلماني التقليدي، ولهذا ما استمر طويلا بالأضواء داخل المجلس، لكنه ظل اسم مطروح بالمناصب العليا، لدرجة أنه طرح كمرشح توافقي لرئاسة الجمهورية عام 2014. الشيء المميز البججي كان صوت العقل عند الشيخ زايد، كان يحكي له بكل صراحة، ينبهه من المخاطر، يقترح حلول عملية بعيدا عن العاطفة أو الضغوط القبلية.
بعض المصادر تقول إن الشيخ زايد كان يعتمد على نصائحه حتى في تفاصيل صغيرة، مثل اختيار الوزراء أو طريقة إدارة الموارد، وهذا يبين ثقة كبيرة بين الاثنين. رغم العلاقة القوية، البججي كان خجول من الأضواء وما يحب يظهر أمام الإعلام، لذلك أغلب الناس يعرفون الشيخ زايد، لكن قليل من يعرف دور عدنان البججي خلف الكواليس. هذه العلاقة أكسبت البججي احترام واسع في الخليج، لأنه ساهم بشكل فعلي وصامت في بناء دولة مستقرة، بينما بالعراق كانت مسيرته السياسية أكثر صعوبة وتعقيد. عمل البججي مستشارا لحكومة الإمارات، ووصف ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد بالصديق الوفي. وقال الشيخ محمد بن زايد عند وفاة البججي في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر نعى فيها البججي: فقدنا اليوم رجلا عزيزا وصديقا وفيا، عمل مع الشيخ زايد بإخلاص منذ بدايات الاتحاد، وأسهم بخبرته وعطائه ومواقفه النبيلة في إيصال صوت الإمارات إلى العالم. رحم الله الدكتور عدنان البججي، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. توفي البججي في 17 من نوفمبر عام 2019 في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وقد نعته وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات.